السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ يا رب جميعا ان شاء الله تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا. طبعا الايام اللي فاتت يمكن في ناس كتير سمعوا منكم عن نوع جبنة كده اتكلموا عنه على الفيسبوك، وكان في شيفات كتير اتكلمت في الموضوع ده. نوع جبنة مهدرجة، والجبنة دي طبعا من الجبن اللي قالوا عنها ان هي ضارة جدا. ومع الاسف انا وقعت فيها. كنت بشتري حاجات من السوبر ماركت اشتريت منها الشيدر، واشتريت منها كمان موتزاريلا. فانا حبيت ان انا بعد ما خلصت الفيديو، انا طبعا كنت بصور عادي خالص، ودي كانت نهاية المكرونة اللي هي الجبنة طلعت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. فقلت خلاص بقى، يعني ايه ما نزلش الفيديو كده. فلما شفت الكلام اللي قالته الشيف فاطمة بحيتي، قلت لا، انا هنزل الفيديو علشان افيد الناس. وبرضو لو حد يعني لعل وعسى شاف الفيديو بتاعي، يعني ما يقعش في الجبنة دي. الجبنة دي يا جماعة طعمها حلو، لكن لا بتسيح ولا بتدي مطة ولا اي حاجة. تدخل كده تتحرق تحت الشواية وخلاص. بس ده مجرد اللي بيحصل لها، لكن طعمها كويس بس مش صحية وضارة. فيلا بينا نشوف مع بعض الفيديو كده من اوله، وهحكي لكم كل حاجة واحنا شغالين. انا هنا كان معايا كيلو بانيه، والفيديو ده كده اللقطة دي كنت في فيديو الفراخ المشوية. كنت ضاربة في الكبة طماطم وبصل، صفيتهم، خدت ميتهم للفراخ المشوية، وخدت التفل والبصل قلت لكم هستفاد فيه في البانيه. كان معايا كيلو من البانيه. اهم حاجة البانيه لما تغسليه وتنقعيه في ملح وليمون تصفيه كده زي ما انتم شايفين. انا مسكت لكم واحدة ووريتها لكم. وحطيت بقى الطماطم والبصل، وهنا معايا مكعب مرق، نص معلقه فلفل اسود، نص معلقه كركم، نص معلقه بابريكا، نص معلقه توم بودره، نص معلقه بصل بودره، نص معلقه ربع معلقه جوز الطيب، ربع معلقه حبهان مطحون، ربع معلقه توابل مشكله، والملح بتاعنا. وهنا هنحط كمان معلقتين كبار من اللبن الرايب او 3 معالق من اللبن الرايب. ده لبن رايب زيه زي الزبادي يعتبر، بس هو بيبقى يعني ايه اقوى شويه من الزبادي، وفي مزازه شويه عن الزبادي. تمام كده. قلبنا بقى كل كده التوابل مع اللبن الرايب، وهندخلهم التلاجة. طبعا الفيديو ده انا كنت عاملاه في بيتي نصه، والنص التاني خدت الحاجة رحت كملتها عند والدتي علشان كنا هنتغدى عندها. هنا معايا 3 بيضات عشان طبعا معايا كيلو من البانيه. المفروض ان انا احط 4 بس البيض غالي يا جماعة. وحطيت عليه نطرة كده فلفل اسود، وهحط عليه حوالي 3/4 كوباية لبن او نص كوباية لبن كده. هضيف عليه اللبن، وطبعا انا كنت مبيتاه في التلاجة في التتبيله وما حطيتش عليه البيض. ممكن نحط عليه اللبن عادي، لكن البيض ما ينفعش يا جماعه يتكسر غير في وقتها، وتشتغلي على طول. ما ينفعش البيض يقعد على اي تتبيلات. هنا هسلق مكرونه، طبعا معايا مكرونه حوا بن كده هسلقها. وطبعا نزلت بقى بايه، نزلت بالبيض، ونزلت كمان باللبن على في نفس البوله اللي فيها التتبيله. يعني ما حطيتش طبق خارجي ولا حاجه. بصوا ضفت هنا البيض واللبن، وهاخد بقى كده اطلع من التتبيله، اروح على الدقيق، وبعد كده ارجع للتتبيله تاني اعفر. وده عباره عن فيجيتار مطحون عليه بقسماط برضو مطحون. والفيجيتار المطحون ده بيكون برضو نوع بقسماط بس عليه توابل، يعني بيكون داخل فيه توابل. في منه سبايسي وفي منه بيبقى مش حامي، يعني في عشان الاطفال الصغيره ممكن تجيب لهم اللي مش حامي الفيجيتار ده، او في منهم نوع السبايسي. انا بحب السبايسي. وحتى لما بلاقي اللي هو مش حامي، انا بحط له كمان شطه في البيت، وبحط له فلفل اسود وبتبله كده. تمام. انا بجيب نص كيلو من الفيجيتار، وبجيب نص كيلو من البقسماط الساده، وبخلطهم على بعض، وبحطهم في برطمان عندي او علبة او اي حاجة كده، كيس حفظ. وبدخلهم عندي في باب التلاجة، بيقعدوا عندي يعني كذا استخدام. يبقى هنا بنطلع كده من البانيه من التتبيلة، بنطلع البانيه من التتبيلة، ونروح على الدقيق، نعفر في الدقيق، نرجع تاني في البيض واللبن والتتبيله بتاعتنا، ونعفر في الفيجيتار والبقسماط. طبعا البانيه مش محتاج يا جماعه كلام كتير. من احلى التتبيلات اللي انا بحبها للبانيه، بصله مبشوره، طماطميه مبشوره، ملح وفلفل اسود، بس كده. لكن يعني اي حاجه تانية فيها توابل زي اللي انا عاملاها دلوقتي دي مش بتستهويني زي التتبيله اللي هي اللي انا بحكي لكم فيها دي. بصله مبشوره، طماطميه مبشوره، ملح وفلفل اسود، وممكن احط عليهم مكعب من المرق. بس دي التتبيله اللي انا بحبها. لكن التتبيله اللي انا عاملاها دلوقتي دي عشان الولاد بيحبوا التوابل شويه عني. يعني انا مش بحب التوابل الكتير. حطيت بقى زيت هنا يسخن علشان نحمر البانيه. وهنعمل بقى في الطاسه التانية هنا كده
الحشوة بتاعة المكرونة النجرسكو. حطيت كده معلقة كبيرة من الزبدة او السمنة، المادة الدهنية اللي بتحبيها، ومعايا صدر فرخة واحد. طبعا نظرا لغلاء الاسعار هو كفاية صدر فرخة واحد، احنا عاملين كيلو بني كفاية عليهم. قطعته بقى كده شاورما، وحطيت عليه فلفل اسود ومكعب من المرق. مش هضيف ملح خالص علشان هحط زيتون، والزيتون هيديني حدوقية طبعا للتتبيل للخلطة اللي هي الحشوة اللي هحطها. هخلي بقى البانيه بتاعي كده يتحمر اطلعه على ايه بقى، اطلعه على مصفى، لان طبعا لو طلعتيه على مناديل مطبخ بيبتدي ان هو يطرى، لكن على المصفى بيبقى حلو ومقرمش. هنا معايا زيتون اخضر كنت نقعاه في ميه، وبعد كده غسلته غسله حلوه كده علشان ينزل شويه من الملح بتاعه، ونزلت بيه بقى في اخر حاجه واطفي النار. مش عايزين طبعا الزيتون ياخد درجه حراره على البوتاجاز، لا يا دوبك بنحطه كده ونقلبه مع الفراخ، ونقوم جايين طافين على النار. ممكن تزودي كمان بالمشروم لو انت مش حابه الزيتون، بس انا بحب المكرونه النجرسكو يكون فيها زيتون، والمشروم كمان حلو، بس انا ما كانش طبعا فيه مشروم. ولادي بيحبوه، بس انا برضو ماليش تقول عليه قوي. هنا بقى حطيت 3 معالق من السمنه، وهنزل عليهم ب3 معالق من الدقيق علشان نعمل البشاميل. تمام، بشاميل النجرسكو بيكون خفيف شويه غير بشاميل المكرونه، البشاميل بيكون اتقل سنه. 3 معالق كده من الدقيق عليهم 3 معالق من السمنه. اول ما نشم بقى ريحه الدقيق بتاعتنا كده ابتدت ان هي تدخل في تحميره كده حلوه، ما يغمقش لونه ولا حاجه، نبتدي بقى ان احنا ننزل باللبن. انا نزلت بقد ايه من اللبن؟ ده 1.5 كيلو من اللبن، ولبن ساقع لسه طبعا ما غليتوش خالص، مش هيكلكع معاكي ولا اي حاجه. ضفت عليه كوبايه من ميه سلق المكرونه. هتقولي ميه سلق المكرونه حلوه يعني بتديله قوام حلو، او بتديله ايه يعني؟ ايوه بتديله قوام حلو، وبيبقى طعمها حلو جدا. هنا بقى معانا التليفون كان بيفصل شحن، فحطيته يشحن. والاضافات اللي انا ضفتها فلفل اسود، ملح، مكعب مرق. واول ما تقل معانا البشاميل كده بقى في القوام اللي شفتوه، يعني لا تقيل قوي ولا خفيف قوي، بدات ان انا بقى اطفي عليه النار. خدت مغرفتين كده تحت او كبشتين تحت في قاع الصينيه، ونزلت بكميه المكرونه كلها. نزلت عليهم بصدر الفرخه والزيتون، وهقلب كله في بعضه. تمام، مكرونه النجرسكو بنقلب كله في بعضه غير البشاميل، وهنقلب. ونيجي بقى هنا بقى ايه للصدمه اللي انا صدمتها في الجبنه، وكانت بجد مش احسن حاجه يعني، ما كانتش حلوه اصلا يعني بصراحه، يعني كانت وحشه جدا جدا، لكن طعمها حلو. ايه الفايده بقى ان طعمها حلو ما يكونش بتسيح او كده، وتكون في الاخر كمان ضاره ومهدرجه؟ فانا حبيت ان انا افيدكم في الفيديو. هنا بقى ماما اللي كانت واقفه انا بصور لها، وهي كانت بتحط البشاميل على الوش الصينيه. طبعا بشاميل النجرسكو احنا عايزينه كده يتغلغل جوه المكرونه كده، تبقى كل المكرونه متشربه بيه. بصوا بقى، دي الجبنه اللي انا جبتها هنا الصفرة، دي جبنه تركي، دي كانت جبنه تركي او جبنه رومي، كانت عندنا بشرنا منها شويه. والجبنه المبيضه دي اللي في الطبق دي جبنه شيدر من نفس نوع الجبنه اللي هوريها لكم دلوقتي، الموتزاريلا. تمام. وحشه جدا، سيئه جدا جدا. الكيس منها في 250 جرام، في ربع كيلو، عامل 20 جنيه وبس. وحشة وسيئة قوي، او عامل 22 جنيه، عشان انا ساعتها جبت الاتنين كانوا عاملين في حدود 45 جنيه او 44 جنيه. فسيئة جدا جدا، لو قابلتكم في اي مكان ما تجيبوهاش. دي اللي انا بحطها، اللي ماما بتحطها دلوقتي، اللي هي الشيدر الابيض، سيئة قوي. الاصفر ده جبنه رومي، وكانت حلوه، دي الوحيده اللي ساعت فيهم يعني جبرت بخاطرنا. لكن الرومي الشيدر كانت وحشه. دي نوع الجبنه اللي احنا استخدمناها. حطينا احنا لو تلاحظوا موتزاريلا، وحطينا كمان شيدر. الموتزاريلا ماما حطيتها بعد ما رشت الشيدر الاول مع التركي، وبعد كده حطت الموتزاريلا. هي اسمها ماكلاند، وانا مسكت لكم الكيس اهو علشان تشوفوه. اوعوا تجيبوها ولا تقعوا فيها، هي ماليه السوبر ماركت، وموجوده في فتح الله، موجوده في بيت الجمله. فلو قابلتكم اوعوا تجيبوها، اي حاجه من النوعيات دي مهدرجه. وده اللي انا سمعته بعد كده، ان دي جبنه مهدرجه، واخده درجه غليان على النار كتير جدا، وبتدخل كده تحت الشوايه تاخد لون زي ما انتوا شايفين، تتحرق وما تسحش خالص. طعمها كان حلو، طعمها كان حلو، بس ضاره يبقى خلاص. طبعا مش هتضرنا من مره يعني، فانا حبيت بس ان انا احذر يعني. هي مش هتضرنا من مره، طبعا ما رميناش صينيه المكرونه لان هي ما فيهاش حاجه يعني، نكلناها لهطناها، لكن لكن
لو طبعا تستمري على الحاجة دي دورك بقى على المدى البعيد. فلما نيجي نشتري حاجة زي كده نشتري حاجة بقى احنا عارفينها كويسة. لما هتقولي لي جبنة كويسة هقولك الحمد والاطباء والفرنساوي، الثلاث انواع دول لو لقيتوهم اشتروهم وانتم مغمضين. يا رب الفيديو يعجبكم، ويا رب اكون كده افدتكم بالفيديو. ما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب للقناة. لو اول مرة تشوفيني فعلي الجرس، وبشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.